أهلا بيكم في الموسم الخامس من بودكاست الموضوع عائلي جدا. أنا اسمي حنان عز الدين، مؤسسة The Family Hub. الموضوع عائلي جدا بيتكلم على كل حاجة ليها علاقة بالبيت والعيلة، وبنحاول على قد ما نقدر من خلال أسئلتكم ومع ضيوفنا إن احنا نحاول نلاقي حلول عملية ومنطقية نقدر إن احنا بيها فعلا نعمل فرق في البيت وفي العيلة. خليكم معنا. لونا بنت شاطرة جدا في المدرسة، بتعمل كل اللي عليها، واجباتها، بتشتغل اكتر بكتير من الناس، لان هي لقت ان هي لما بتيجي بتذاكر كل اللي هي بتقعد تذاكر فيه بتنساه، وهي عايزة تبقى شاطرة وعايزة مامتها وباباها يبقوا مبسوطين بالنتيجة اللي هي بتحققها، فبتقعد تشتغل. لو حد بيشتغل ضعف هي بتشتغل ضعفين 3 4 وبتوصل لنتيجة ممتازة. دايما الناس شايفة انها شاطرة، الطاقة بتاعتها حلوة، متفوقة في المدرسة وفي الرياضة وفي حاجات كتيرة قوي، عندها أصحاب، الناس بتحبها. بس دايما الناس بتقول لها ايه؟ لو تبطلي كلام شوية يا لونا، لو تهدي شوية يا لونا، يا لونا انتي ما بتسمعيش حد، في ايه يا لونا؟ طول الوقت بتسمع تعليقات سخيفة وتعليقات بتحبطها، فبتحس ان هي بتحتاج تشتغل اكتر بكتير عشان توصل حتى لنتيجة حب الناس. كبرت لونا وتشخصت بفرط حركة وتشتت انتباه ADHD وهي عندها 35 سنة. عايزين نتكلم في القصة دي النهاردة. معنا دكتورة حنين جرار، من أكتر الناس اللي أنا بحب أسمعها. دايما بريفير كلاينتس بتوعي ليكي لما بيبقى في حاجة ليها علاقة بعلم النفس الأطفال، عشان ده اختصاصك. عرفينا على نفسك وبعدين نتكلم في قصة لونا. حلوة قصة لونا. أنا دكتورة حنين جرار، أخصائية علم نفس أطفال. طبعا بشوف حالات زي لونا كتير عندي في العيادة. لونا هي الطفلة إذا بتسمحي لي نبلش نحكي عنها. طفلة ال ADHD التيبيكال، الحالات اللي بنشوفها. بتلاقي إنه هي عندها فرط في الحركة، وعندها قلة انتباه في الأشياء اللي ما بتحبها، أو احنا بنسميهم non-preferred activities. بس بتلاقيها بالإشي اللي بتحبه ممكن تعمل فوكس ويكون عندها طاقة وحركة كتير أكتر من ناس تانيين. عشان هيك بتلاقي كتير ناس بالcreative industry، artists، directors، بتلاقيهم عندهم ADHD، لأنه بتلاقيهم عندهم شغف وحب لإشي معين، وممكن يقضوا وقت كتير طويل ويعطوا طاقة كتير طويلة لهذا الإشي، بس بالإشي الممل شوي ما بيقدروا يركزوا أو ما بيقدروا يقعدوا ويهدوا. فأنا دائما بعتبر إنه ال ADHD هي هدية. هي مش شكرا والله يا دكتورة حنين، أنا سعيدة باللي انتي بتقولي ده. ما بعتبرها نقمة، ما بعتبرها disorder زي ما البعض، أو هو الاسم embedded في الاسم تبعها attention deficit hyperactivity disorder. فعندك علم النفس بحب إنه هو يهيئ لنا إنه هذا الإشي نقمة وبده علاج وبده تغيير. بس بالفعل الأشخاص اللي عندهم ADHD هم دماغهم معمول بطريقة شوي مختلفة، عشان هم الكرياتيفز تبعون العالم، هم اللي بيفكروا شوي بطريقة مختلفة، هم اللي بيطلعونا على القمر، هم اللي بيعطونا الآيفون، هم اللي بيعطونا الأفلام، بيرسموا لنا الرسمات. من غيرهم الحياة رح تكون مملة جدا. فإحنا ما بدنا العالم يكون نفس الإشي. هو الطفل اللي لما تيجي المعلمة تقول له أقعد يقولها ما بدي أقعد. هدول هم أطفال ال ADHD، وهدول هم الأطفال اللي لازم نعرف كيف نعلمهم إنه هم يسيطروا على الدماغ تبعهم من غير ما يكرهوه، ومن غير ما يحسوا إنه هم لازم يغيروا حالهم حتى يدخلوا على نمط معين to meet a certain criteria إحنا حاطينهم للفاكتوري workers بعد الاندستريال ريفولوشن اللي إجوا. أوكي، لأنه العالم مش هيك، والعالم متجه باتجاه خطير، وعنا كوارث بيئية، وعنا conflicts ما عمرنا كان في عنا conflicts، وعنا financial crises. هاي المشاكل ما حيحلها غير الأطفال اللي احنا بنسميهم ال ADHD children، لأنهم بيفكروا out of the box، لأنهم بيفكروا بطريقة مختلفة، لأنهم مش بهاي الطريقة، مش أقعد قوم، لا، هم ال creatives، هم ال sensitive people. if we drug them we are losing. so هذا هو باختصار بالنسبة إلي كل الأطفال والبالغين اللي عندهم ADHD. أنا بسميهم الفراري brains، اللي أنت عندك سيارة الفراري it's very fast و it's very impulsive، وبس تقولها ما بتلاقيها غير
اوكي بس it's beautiful and it's very unique. فانت من انت وصغيره بدك حدا يعلم هدول الناس كيف يقدروا يسيطروا على هذا الدماغ الحساس الفعال الكرياتيف، عشان لو ما عرفوا حيعملوا بدش دش دش، وبالاخير حيتجهوا للادويه او حيتجهوا لنوع من انواع الادمان على المخدرات او على جنس او حتى يهدوا الدماغ اللي هو ما بوقف، ما بينام ما بوقف، وافكار وحركه وطاقه. فبتصير تطلع حواليك تقولي طب انا مش زي كل الناس، انا بدي اكون زيهم. صح. بس لا، انت عندك gift. احنا we need you, we need people like you to be creative, to solve problems. احنا مش كلنا لازم نكون نفس الاشي. so انا هاي دائما طريقتي بالتعامل مع الاشخاص اللي عندهم ADHD. عارفه انا مبسوطه ليه دلوقتي؟ لان انا كنت وانا بحضر الحلقه بتاعت النهارده في دماغي ان احنا هنتكلم في اخر الحلقه عن مميزات الاطفال اللي عندهم ADHD، ولقيتك بداتي بيهم. فدي حاجه انا مبسوطه قوي ان الناس دي تقدر تسمع الكلام ده، لانه اغلب الوقت لما انا عندي ADHD وانا اتشخصت وانا عندي 38 سنه وقصتي شبيهه جدا لقصه لونا، وبقول الكلام ده على طول عشان الناس تقدر تستفيد بيه وتقدر انها تستخدمه في حاجة كويسة. وكان دايما بالظبط اللي حضرتك قلتيه، انه انا عايزة ابقى زي الناس التانية. يعني عايزة ابقى محدش بيزعق لي عشان انا بتحرك كتير، محدش المدرسة مثلا بتقول حاجة في الفصل وانا تلاقيني رحت قايلة الاجابة على طول، مش قادرة اسمع لان انا عارفاها وكده، بالذات لو كان توبيك بقى من الحاجات اللي بحبها. فدايما كنت بحس اني محدش عايز يسمعني او محدش عايز كده، فتبقي الطاقة مكبوتة جواكي لا اصلك رغاية شوية. فدايما كنت مثلا لما نروح البارنتس ميتنج واحنا صغيرين، ما الناس تقول لمامتي ايه ذكية وشاطرة وكرييتيف، كل الكلام اللي انتي قلتيه ده، بس ايه لو تقعد بس شوية، لو تسمع الكلام، لو كده. مشكلة بقى في ايه؟ ان الكلام ده بيتفسر على انك مش مؤدبة. مش انا يعني الحمد لله، بس يعني كان ممكن اولاد كتير قوي دلوقتي الامهات بيجوا يتكلموا معايا يقولوا لي ايه، ابني بيتقال عليه ان هو مش مؤدب، اجريسيف، بنتي بتتقال عليها ان هي مش بتعرف تسمع كويس، فالكلام كله بيتفسر على انه القالب اللي هم عايزين في المدارس عايزين الولاد يقعدوا فيه، بيخلي ان الاطفال دول مش عارفين يقعدوا جوه القالب ده. فذيرفور اي حاجه بيعملوها بره القالب بتتفسر كقله ربايه، عدم، مفيش احساس الكنترول، مفيش الكلام ده كله، والولاد بتلاقيها بتتعاقب وبتتهزق وبيتقالها كلام مش كويس، ويروحوا البيت اهاليهم يبقوا متضايقين ان هم بيسمعوا الكلام ده منهم. ده اللي احنا بنشوفه. نعمل ايه في الحالات دي؟ ما هو في الاخر احنا بنودي المدارس اللي هي تبع الاندستري، دي قصة تانية كبيرة جدا اتكلمنا فيها في كذا حلقة، لكن هنعمل ايه؟ لا، هاي مش حلقة تانية، هاي لب الموضوع، لب المشكلة. المدارس هلأ حاليا كيف الديزاين تبعها؟ ايش متوقع من الأطفال؟ ليه أنا حكيت عن الاندستريال ريفولوشن؟ لأنه هلأ المدارس طريقتها كيف هي مبنية تعمل فاكتوري وركرز. يعني إحنا كان عنا اندستريال ريفولوشن، صار في عنا مصانع كتير وصرنا بدنا نطلع أشخاص عشان يديروا هاي المصانع. يعني شو يعني شخص بيفهم بالرياضيات وبيفهم بالفيزياء وبيقعد من الصبح للنهار عم بيعمل نفس الإشي. صح. هل هذا هو عالمنا الحالي؟ لا، اتغير بمليون طريقة، ولكن طريقة المدارس وطريقة العلم وطريقة الاكسبكتيشنز للستودنتس ما تغيرت. فالهدف الأساسي للمدرسة لازم يتغير، طريقة التدريس لازم تتغير، فهم الأطفال اللي عندهم دماغ بطريقة مختلفة لازم تكون واعية. فالهدف أو اللوم مش عليكي أنت كطفلة وأنت صغيرة، اللوم على المدرسة، اللوم على المعلمة اللي هي ما بتفهم كيف إنه هي تنمي قدرات طفل عنده ADHD، كيف الطاقة هاي تقدر إنه هي تعملها أو تحطها بطريقة صحيحة. وكمان أنا ما بلوم المعلمة، لأنه هي كمان تعلمت في الجامعة، اللي هي تعلمت في جامعة أساسية، أساس الجامعة كيف تطلعي فاكتوري وركرز. فالسيستم كله بده تغيير. وأنا هلأ عم بشوف مدارس
كتير عم تتغير، بيحاولوا. وفي مدارس بيعرفوا وبيكونوا كتير واعيين، ومن الأول بيقولوا لك إنه إحنا فاهمين وعندنا inclusion department. فإذا أنت كأم عندك طفل عنده ADHD بتحطيه في مدرسة ألماني فرنسي ليه؟ بتحطيه في مدرسة ستريكت وبعدين تشكي ليه؟ لا، انت بتحطيه لازم تنقي له مدرسة كرييتيف، مدرسة عندها inclusion department، عندها أطفال بيقدروا يتحركوا بالنهار بطريقة، عندها أطفال مش كل إشي على المناهج على أكاديمية تعليمية بحتة. لازم نكون واعيين، ولازم نضلنا نحاول نغير. هلا احنا في عنا منصات لازم نستعمل هاي المنصات عشان نغير طريقة التعليم. وفي كتير ناس، في سيركن روبنسون هو يعني كتير مشهور وبيحكي، عنده كتاب عمل انترفيوز مع كل المغنيين والممثلين وسألهم كيف كانت المدرسة بالنسبة لكم. المدرسة كانت كابوس بالنسبة لنا، كابوس حقيقي. وما تعلمناش إشي منها. صح. أوكي، كيف بنقدر نغير هاي الطرق، وكيف إحنا كأهل بنقدر نكون proactive ونسأل ونعرف ونكون إحنا أداة للتغيير. ما إحنا الكلاينتس، إحنا اللي عم ندفع هاي المبالغ الخيالية للتويشن فيز. صح. احنا بنطلب بهذا التغيير، احنا بنصير ننقي هاي المدرسة عن هاي المدرسة اذا احنا عنا اطفال بنعرف انه هم اكتر كرييتيف. فهذا الاشي كتير مهم، مش انه كيف بدي اغير طفلي عشان to suit the mold. صح. كيف بقدر اغير المنظومة، وكيف بقدر اختار له مدرسة بتناسبه، وكيف انا كأم بقدر اني اكون كتير واعية او كأب انه قديه عم بعطي كريتيسيزم لهذا الولد او لهاي البنت من خلال نهاري. بس اقعد اسكت، انت ما بتسمعش ليه، انت ليه كده، واخيرا رتب غرفته. هاي كلها بتدخل على السلف استيم وبتعطيني رسائل واحدة ورا الثانية انه انا غير فعال، غير محبوب، غير مرغوب، غير فعال، غير محبوب، غير مرغوب. فبصير عندنا فوق ال ADHD اشياء نفسية زي الاكتئاب، زي القلق، زي مشاكل في السلف استيم اللي هي كلنا بنعرفها، هي اشياء ثانويه بتيجي مع الاي دي اتش دي، لانه الطفل كل نهاره بس عم بيسمع بس اقعد اسكت، تعال البس، انا قلت ايه، انت ليه كده، ليه انت حتطلعني من هذا كله الطفل بيسمعه بيقول اوكي انا امي ما بتحبني، انا ابوي ما بحبني. ما بفهم انه عم بغلبهم. وبيكون الاب او الام معاه حق انه يتوقع من طفل عمره 8 سنين انه باي ناو يكون يقدر يلبس مثلا لحاله، بس هو ما عم يقدر يلبس. فهون أنا كتير مرات بحاول أعمل سبورت للأهل إنه هم بطريقتهم كيف يعملوا إشي اسمه connected parenting. هاي كتير مهمة. كيف أنا أقدر أوصل لطفل ال ADHD وأوصل له بطريقة أني أقدر مهاراته أكونها وأطورها، بس من غير ما أحطمه نفسيا كل يوم. طب نتكلم على مثال. أوكي، هلا المثال اللي انا رح اقول لك اياه هو اسمه السكافولدينج. اوكي، انا عندي طفل بدي اعلمه سباحه مثلاً. اوكي، وهذا الطفل خايف من المي، بس صار عمره 6 سنين، وانا كأم خايفه انه هذا الطفل هلا لازم يتعلم وصار عمره واطول و في عندي 3 طرق بقدر اعلمه الطفل السباحه. الاجريسيف واي، انه انت حتتعلم، يعني حتتعلم ودج بزتك بالمي، عجبك ما عجبك بدك تفوت بالمي، ارميه وسينكر سويم، يعني انتهينا. توف لاف بقى سوري. هاي الاكستريم الثاني البيرميسيف، لا معلش لا ما حرام، ولا ومعلش وبكره اوكي، هاي كمان مش منيحه، لانه احنا في مهاره الطفل متغلب فيها، بس احنا مش عم نساعده انه هو يبنيها. الاشي الوسط قبل ما ومشكلتها ان لما هنوصل للولاد ان هو لا يا حبيبي اصل انت ما بتقدرش، ما بتعرفش، ما هو برضو جوه المخ انه انا هانترنالايز ده، ان انا فعلا مش هقدر اعوم، خلاص I cannot swim، انتهينا. I am reinforcing الفكرة I am not capable، I am not أنا غير قادر، غير فعال. الأولى الأجريسيف باي ذا واي برضو انت عم بتعززي فكره انا غير قادر غير فعال. صح. لانه شوفي ابوي لما زتني في كان معصب قد ايه، وكان معصب من فشلي قد ايه. وكمان الثانيه انه لا معلش اللي هي انا ليه بستعمل الام والاب، لانه عاده انا بشوف هذا اللي بيصير بالبارنتنج عاده بولاريزيشن عند الطفل اللي عنده ADHD. بتلاقي الام بتخاف على ابنها كتير، وبتخاف عليه قد ما عم بتحس انه الحياه قاسيه عليه، فبتروح بتطبطب
والاب بيكون من حبه لابنه ومن خوفه عليه بصير يقول لا انا لو ما ربيته بهالطريقه بكره الحياه انا مش دايم له، بده يتعب، عايزه ينشف، فبس بيروح بصير اجريسيف. انا هذا البولاريزيشن كتير بشوفه بالاطفال اللي عندهم ADHD. هلا بحاول اجيب الطرفين للنص. أيوة. اللي هو الكونكتد بيرنتنج. اوكي انا عندي مهاره لازم اعلمها، هو لازم يتعلم سباحه، معاكم حق التنين انه لازم يتعلم سباحه، بس بشويش عندكم بشويش. اوكي بالعاميه بنقولها. يعني هو خايف من ايش؟ من المي، بحط رجله في المي شوي وبحكي معه على المشاعر. انا عارف انك انت خايف وهذا الاشي بخوف، شوي شوي انا معك، انا جنبك، انت قادر، انت فعال. اليوم بس رجله، بكره لهون، وبعدين شوي شوي رح يصير يقدر. اما اذا احنا اتبعنا واحدة من الطرفين حنخسر الطفل، صح. وحنخسر علاقتنا معه، وهذا الاشي مش صحي ومش طبيعي كمان بالاساس التعليم وباساس الابوه. هلا في شغله كتير مهمه، انه احنا بطلنا نعيش بفيليجز، بطل في عنا الكولكتيف. يعني قبل كان في عنا منعيش احنا كعائله، يعني الام والاب والست والجد هيك احنا كبشر اصلا متعودين انه نعيش. الام والاب بيطلعوا من الصبح وبيروحوا بيجيبوا اكل، بيعملوا، بيكونوا مشغولين، والأولاد بيكونوا مع اطفال تانيين او مع الجد والست رجال الدين اللي هم يعني very very wise و very regulated emotionally. فالطفل لما بده يجي يتعلم وبده يجي يعوم وما يقدر يعوم، ما بتلاقي الام والاب هم اللي مسؤولين وهم اللي معصبين، لا، بتلاقي يا اما البنت العم اللي هي عمرها 15 سنه وشي شوز. انت ما بعرفش الاطفال اذا بتلاحظي عليهم اذا شافوا حد اكبر منهم بشوي بس بقولوا له معلش شوفني انا كيف بعوم. اوكي اتس ا فيري جود رول موديل. او الرجل الكبير جدا، معلش يا جدو، معلش يا حبيبي، شويه. فبتلاقي scaffolding naturally happens in this day and age. ما فيش، هم الام والاب everything especially بمحلات زي دبي، هم لازم يروحوا، هم لازم يشتغلوا، هم لازم يعلموا، هم لازم يطبطبوا، هم لازم يعملوا البلاي ديت فبتلاقي اصلا هم يعني they're very burnt out وحيتجهوا لواحد من هاي الاتجاهين طبيعيا، يا اما الاجريسيف يا اما البيرميسيف، لانه the middle one takes a lot of effort. بدها شغل وبدها هيك الواحد يكون رايق. انا في فيديو نازل النهارده على الموضوع ده انا عندي عشان كده دي تقولي سكافلدنج ضحكت. بس الفكره في ايه؟ الفكره انه هي مشكله ان الناس بتبدا بكونسبت سكافلدنج وبيسمعوه اللي هو ببدا بموضوع كبير وبكسره مراحل وبعدين باخد مرحله وازود عليها لحد ما اوصل للهدف اللي انا عايزه. اغلب الناس ما بتلحقش تكمل ده، لان هم يا اما بيزهقوا او في الاول مش بيشوفوا نتيجه، فبياخد مجهود وطاقة ان انا اقدر اوصل للي انا عايزه. فبيبدأ بقى يقولك ايه، طب تعالى بقى حبيبي لو نزلت تعوم هجيب لك الهدية الفلانية، طب او شوف اخوك الكبير شاطر ازاي وانت فاشل ما بتقدرش. فدي برضو الاتجاهات التانية اللي مع الأسف لما السكافلدينج ما بيشتغلش كده. لكن أنا مبسوطة أن حضرتك بدأتي بالكلام ده النهاردة عشان فعلا الناس تشوف أن دي حلول عملية ومنطقية ممكن نعملهم على طول. وأي حد، مش لازم أكون أنا عندي دراية كافية بعلم النفس عشان أقدر أعمل الكلام ده، لكن الموضوع بيبقى محتاج أخد الحاجة الكبيرة وأكسرها على حاجات صغيرة عشان أقدر أوصل لها. طب السؤال التاني بقى هنا، كلمتي على الانكلوجن، والمدارس دلوقتي بقى فيه فكرة الانكلوجن موجودة عند مدارس كتيرة وكل حاجة، بس أغلب الأهل مش عارفين يعني إيه انكلوجن. وأحكي لك حاجتين وإحنا داخلين على الموضوع. في ناس كتيرة قوي بتخاف من فكرة الانكلوجن أو بتخاف من فكرة الاندماج، اسمها اندماج مش كده؟ بتخاف من فكرتها إيه؟ إن ولادي يبقى معاهم مثلا شادو تيتشر جوه الفصل بتساعدهم، أو هو دي الفكرة عليها، أو ان ولادي يتسحبوا بره الفصل يروح فصل العدد فيه اقل، ويبقى ده معروف ان ده الفصل بتاع ايه، الاندماج او بتاع الانكلوجن، وبيبقوا شايفين انه ده عيب لان ده معناه ان ولادي ضعاف او مش بنفس الكابابيلتيز بتاعه القدرات بتاعه الناس اللي موجودين في الفصل الاساسي اللي هو المين ستريم كلاس روم. فاغلب الاهل لما بتيجي المدرسة تقول لهم أنا شاكة مثلا إن ولاد كذا، أو هم عندهم وعي كافي إن هم يشوفوا إن ولادهم ممكن يكون عندهم حالة عايزين نصلح، فبيخافوا إن هم أصلا يروحوا يكشفوا
عشان ولادهم ما يتحطوش في قالب تاني اللي هو قالب الانكلوجن. دي حاجات انا بشوفها كل يوم، وكنت بشوفها وانا بدرس، وكنت بشوفها لما كنت ماسكه الانكلوجن في واحده من المدارس. والموضوع very heartbreaking، لان اغلب المدارس، ودي برضو مشكله تانية، مش قادرين يجيبوا اخصائيين في الديبارتمنتس دي، اخصائيين حقيقيين. يعني ما بيجيبوش ناس الكاليبر بتاعها عالي قوي، وفي لكن في مدارس كثيره جدا، انا اشتغلت في كذا واحده منهم، من المدارس الكويسه قوي اللي سمعتها فظيعه، بيجيبوا ناس خريجين مثلا مدارس جامعات عاديه او كده، وبيبقوا بيشتغلوا one on one مع الطفل، وده بيعمل ذبذبات كتيره عند الولاد. انا مش عارفه الاكسبيرينس بتاعك ايه في موضوع الانكلوجن ده، بس لو تقدري تشرحي لنا يعني ايه انكلوجن ديبارتمنت، ولما الاهل يقدموا في المدرسه ايه اللي المفروض يستنوه، وايه العائد اللي هيجي للولاد منها. هلا كتير اهل لما نعمل الاسسمنت ويطلع فيه ADHD ويطلع فيه ديسلكسيا، اول شيء بيقولوا لي ما بدنا نحكي للمدرسه، خايفين. طبعا الخوف في له مبرر، هم خايفين على طفلهم، خايفين انه يحس انه هو مختلف او هي مختلفه، مش حابين انه الطفل يحس انه هو عم بتاخد من الفصل عشان ياخد سبورت، عشان مظهر الطفل او ايش الطفل ممكن يحس داخليا صح. لما هو يتاخد من الفصل غير عن اصحابه. هم بيحكوا لي we don't want our child to feel different، ما بدنا طفلنا انه هو يحس حاله مختلف. صح. فانا دائما جوابي لهم ودائما بقول لهم your child already feels different. هو من الصبح لليل وهو يتنادى على اسمه، من الصبح لليل هو اللي محطوط على نوتي كورنر، من الصبح لليل هو أحمد 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 already. والواضح من his results إنه already he feels different. فأنا I would rather he feels different in a supportive way، إنه هو already حاسس حاله مختلف. انت بتسأليه بتقولي له انت مختلف، بقول لك انا الوحيد اللي بالصف اللي بيندالي المعلم من الصبح، انا الوحيد اللي بالصف اللي بكون مؤخر، بنطلع من تحت من حصة العربي بنطلع لفوق، انا الوحيد اللي بياخدني 45 دقيقة وانا فصل وبنسى الكراسة وبنزل على الكراسة ودائما انا اللي ناسي اواعي الPE. already حاسس حاله مختلف، فانا I would rather give him the support وحتى هو يعرف what is going on. انت عندك a brain و the brain is special و it's a little bit unique و this is what it's called و these are the superpowers that you have and this is your Ferrari brain و أنا I'm gonna teach you how to drive the Ferrari brain. very inclusive. فهذا هو الانكلوجن اللي عم نحكي عنه. فدائما بحاول أشتغل مع الأهل على الايديا أو الخوف اللي هم عندهم إياه. تاني إشي لما تطلع على المدرسة شو هي الانكلوجن ديبارتمنت. أيوة. انت بتعرفي من عدد الناس اللي موجودين، أنا عندي معلمة واحدة لكل البرايمري، لا ده مش inclusion department. شكرا. هو ده بقى الناس محتاجين يعرفوا، لأن لما يروحوا يشوفوا في المدرسة يبقوا عارفين هم بيدوروا على إيه. بعدين أنت بتقولي إنه المدارس مش ما عندهم كتير inclusion teachers، بس أنا الكلاينت هم المدارس business. إذا شافوا إنه كل الناس عم بتجهوا على المدارس اللي فيها inclusion departments كبيرة، حيبلشوا يقولوا لك لا خلي let us invest in inclusion departments، لأنه الناس عم بتحط مصاريها وين في مدارس فيها it is hot topic عند الناس، بدهم inclusion. أما إذا شافوا الناس متجهين، هم ليش المدارس كل الوقت they advertise results. why؟ عشان الناس تروح لها، عشان الناس عايزة ولادهم يجيبوا كده. this is what we are telling the schools. احنا عايزين results. صح. أنا مش عم بلوم الأهل، إحنا we know where this is coming from. أيوة. بس أنتوا ما تلوموش المدارس that they don't have inclusion departments إذا أنتوا مش عم بتركزوا على inclusion departments. إذا أنتوا you're not making it، إذا أنتوا لساتكم خايفين من inclusion departments، معناته مش هيكون في عندنا inclusion. forget about it. صح. أما أنتوا if you make it a priority، شوفوا بقى inclusion departments how they're going to they're going to come out everywhere because we are the client. عرفتي كيف؟ عجباني الفكرة دي، عمري ما فكرت فيها كده. بس احنا كتير سهل علينا نلوم ونقول هم لا احنا مش عايزين نلوم. والصراحه انا مقدره. يعني انا لما الاهل بيجوا يقولوا لي انا خايفه اروح اقول للمدرسه، انا ببقى فاهمه، لان في مدارس كتيره، اولا كمان في مدارس كتيره ممكن تمشي الولاد من المدرسه. انا ما عمري شفت ده حنان. I want to be very honest with you. No be very honest. بس انا بقول لك it happened twice that I know. يعني انا صار لي 15 سنه بشتغل. Yeah. I have never seen
a report being misused in this country أو any لا, other I'm not country. talking about this country. No, I'm not talking about this country. مش بتكلم على الإمارات. بس I've always seen حتى in Jordan because I worked in Jordan دايما بياخدوا الريبورت بطريقة شكرا صرنا نعرف كيف نتعامل مع الولد. احنا بس حنين معلش سوري انا كمان انا شفت في مدارس كتيره ان الولاد they don't get accepted لما بيكونوا مكتوبه عليهم هذا اشي تاني ما بيتقبلوش. معناته انا هالمدرسه ما بدي اياها. صح. اذا هم خايفين من الكيس صح وعم بتطلعوا على الاي دي اتش دي بيقولوا ايه يعني برافو معناته انا هاي المدرسه بالذات ما بدي اياها. واصلا مع الوقت هاي المدرسه بالذات اصلا لازم تكون out. صح. لأنه there's a very clear directive in this country and other countries of inclusion and inclusion support. أنت مش تجيبي a good grade إذا أنت you don't have a good inclusion department and well-being is not part of your curriculum. Yep. Again, I am the client. وأنت فيكي تشكي على هالمدرسة عشان الKHDA يعرفوا إنه okay point not taken إنه أنت you are doing this to students. Yep. معناته you're not part of the direction. The direction is very clear. 2050 what we want this country to be. So معناته هاي المدرسة أنا ما بدي إياها. المدرسة اللي بتخاف من الريبورت برافو هم they're doing. المدرسة اللي بيشوفوا الريبورت بيقولوا لك thank you this is very helpful أنا هاي المدرسة اللي بدي إياها. بس أنا برضو يعني أنا معاكي لكن هم مش كتير. مش كتير ليه؟ عشان who's the client؟ معاكي حق بس عارفة برضو وين عم نحط مصارينا؟ وين إحنا كأمهات عم شوفي الولد هذا جاب إيش؟ What are we focusing on? Are we focusing احنا are we talking لا. about inclusion as mothers؟ لا. أنا وياكي we are بس as mothers are we talking لا, ولا are we hushing؟ we're hushing خلاص طبعاً. معناته حتكون في 2-3 مدارس. انت عارفه انا قبل ما بطلع اي حلقه لما انا ببقى مرتبه قبل سيزن ما بيبدا ايه المواضيع فبكتب على الستوريز ببعت في النيوزليتر بتاعتنا بقول يا جماعه دي التوبيك ابعتوا لنا اسئله عشان ابقى عارفه الاتجاهات الناس حابه تسمع ايه. والله العظيم يا حنين كل الأسئلة اللي بتيجي ليها علاقة بأي حاجة mental health ADHD dysgraphia كل depression كل ده الناس تقولك please post anonymous. وأنا طبعا مقدرة إن هما واثقين فينا وطبعا we will post anonymous وأنا عمري ما هجيب سيرة حد انتي عارفة احنا في بس بقيه الاسئله يعني لو حد سال مثلا سؤال ايه نروح مدرسه الاي بي ولا نروح الامريكان ابني بيضرب اخواته اعمل ايه عارفه الاسئله اللي هي العامه بتاعه البيرنتنج ما حدش عمره بيقول لي بوست انونيمس. الموضوع ده عليه عار شيم نورمال وانا فاكره طب هقول لك بقى قصه. انا فاكره لما طلعت من سنتين كان عندي 38 سنه وطلعت اونلاين وقلت ان انا I got diagnosed with ADHD الاسبوع اللي فات وطلب مني medication ان انا اخدها وقعدت I'm researching وكده بس انا مش هاخد الميديكيشن دي وهعمل instead 1 2 3 4 فيديو went viral in hours. ما كانش ده الانتنشن انت عارفاني انا مش ده الهدف ابدا من اي حاجه بس ليه لان الناس قاعده تقول لك ايه ده بس انتي حد ناجح ايه ده بس انتي حد ظريف بس انتي احنا we have a misconception about this. ايوه وانتي انا اتخضيت من رد فعل الناس اللي هم ما كانوش مصدقين. بعدها على طول رحت عامله الفيديو اللذيذ اللي انتي قلتيه دلوقتي اللي هو ايه الصفات المميزه اللي موجوده في الاطفال او الكبار اللي عندهم ADHD. بس اغلب الناس مش شايفه الجانب الايجابي ده بالذات لو كانت أمهات عندهم أولاد أصغر أو في سن التينيجرز وطول الوقت في المدرسة بيسمعوا negative criticism بيسمعوا كلام سخيف على الولاد وهو مش شاطر وهي مش فالحة فغصب عنهم بيبقى ده الستيجما ان دي حاجة وحشة فلما يتوسموا بيها أو يتقال عليهم ان هي دي بتبقى وصم شرير مش حاجة حلوة. هي دي مشكلة أكيد بس احنا بإيدنا كمان انه احنا طبعا control the narrative. طبعا بيستعملوها كتير بالميديا. You control the narrative. انت بتقدري هذا الطفل يكون طفل فنان مبدع creative director او واحد فاشل بالحياة. صح. انا كان عندي طفل اجاني شخصته على عمر 10 سنوات شخصته ب ADHD واهله فظيعين عن جد ما شاء الله. توجهوا اتجاه عملوا شفت بالبرسبشن بالمدرسة بالاتجاه اللي أخذوه عند طفلهم حتى ينموا القدرات والمواهب اللي عند الطفل. هلأ هو عمره 23 سنة. هلأ بتعرفوا قد ايه صار لي أنا بالمجال. وبعت لي إنه هو هلأ عم بيشتغل كدايركتور
ولانه احنا ما عندنا كتير عندنا عرب دايركتورز، بس مخرج. انه مخرج سينما ما شاء وهو الله. هيك صغير وهيز دوينج جريت لواحد عمره هالقد صغير. بيقول لي لانه كوتش حنين، انا بحب انه هم يسموني كوتش مش دكتور، لانه دكتور انه مالي إشي، هم أيوة مالوش صح إشي. صح. كوتش حنين ما بتصدقي انه انا بدخل على الست الصبح وبضلني شغال لليل ما بتعب، وبضلني بتحرك وبضلني بحرك، كل حدا بتعب وانا بضلني، لانه it's a preferred activity وبحب very creative ideas وما بنام. اوكي فاين، بنام 5 ساعات بس he doesn't take sleeping pills. it's okay هيك this is the creative brain. وعم بيطلع شغل بجنن لأنه هو he is very creative, he is very sensitive. بيقول لي مرات بشوف أشياء بالكاميرا ما حدا بشوفها غيري، صح. لأنه he's a very sensitive soul. عادة اللي عندهم ADHD very sensitive souls، بلقطوا energies، بشوفوا أشياء ما حدا بشوفها، فبروحوا إيش بخافوا بدهم يطفصوا هذا الإشي بالأدوية بدل ما ينموا هاي الموهبة اللي عندهم ويعرفوا كيف يديروها. فهذا يعني الصراحة قصة نجاح بالنسبة إلي طبعا. قدروا إنه الأهل بدل ما يحاولوا يتفصوه عشان يقدر هو يدخل بموت. وعلى فكرة ما دخلش الجامعة، هو خلص مدرسة من هون وقالوا الأهل إنه ما أظن هو حيقدر ينجح، قعدوا كراسة وامتحانات ودخل دغري كرياتيف سكول وأبدع بالكرياتيف سكول، لأنه هي بروجكتس، ما فيش امتحانات، ما فيش الاشياء اللي كانت تعصبه وتزعله. فهاي قصة انه اهل قدروا انه هم يتخطوا مخاوفهم، لان انت كأم او كأب انت خايفة عليه، طب يا الله طب ايش حيصير، طب حينجح، طب حيكون مبسوط، طب فبتصيري انت لازم تسيطري على هاي المخاوف ويكون في عندك إيمان إنه هو قادر، إنه هو فعال، بس أنا بدي أديره بالطريقة الصحيحة حتى تصير من قصة. وعندي كمان أهل ما قدروا يتخطوا هذا الإشي، والADHD هو اللي سيطر على الحياة مش بالعكس. صارت قصتنا إنه كيف بدنا نعالجه من الADHD. لا، هو مش علاج، ما العلاج يعني دواء، وأوفر ميديكيشن يعني شخص بس بينام 24 ساعة وما بيعملش أي إشي وبيحاول يعمل أوفيس جوب وأكيد حيفشل بالأوفيس جوب، مش حيقدر. فهمت الفرق كيف؟ ده فرق جذري. وأنا عايزة الناس تسمع الكلام ده، لأن هو ده اللي احنا بنقوله، إنه أنا مش عايزة أغير في شخصية البني آدم اللي قدامي. أنا الدكتور الأولاني، وأنا ما كملتش معاه، أنا رحت لحد تاني بعدها، قال لي إحنا عايزين نغير شخصيتك. قالها لي كده، كان عندي 38 سنة، هتغير ايه بقى خلاص بقى what happened بقى، خلصنا. قال لي you're very hyperactive، عندك الانرجي بتاعك عالي قوي، اكيد كل اللي حواليكي متضررين. والله العظيم قال لي كده، قال لي اكيد كل اللي حواليكي متضررين، اكيد انت شخص مش منظم بالمرة، اكيد حياتك مش كويسة، لو عايزة تنجحي في البيزنس بتاعك او في شغلك لازم تاخدي الميديكيشن، وساعتها هتبقي شخصية مختلفة تقدر تنجح. ده اللي الدكتور قالهولي باللفظ. انا مشيت من عنده، كلمت جوزي قلت له انا مش هاخد ادويه خالص. قال لي طب تحبي اجي معاكي نسمع كلام؟ قلت له الموضوع بالنسبه لي منتهي، انا مش هسمع كلام راجل ده. يعني ايه يجي يقول لي انا عايز اغير في شخصيتك؟ هو المفروض يقول لي انا عايز اديكي حاجه تنمي صفات معينه في شخصيتك، تساعدك في النوم، يعني في حاجات معينه ممكن بس ده بيقول لي ان اصلا انا الكاركتر بتاعي مضايقه، فليه هعمل كده؟ فده كان السبب الأساسي. بس أنا عايزة أتكلم بقى قبل ما نختم، أنا عايزة أتكلم في موضوع الأدوية. أوكي، هو موضوع كتير مهم. لأنه أنا شفت أطفال، وهكلمك منتهى الصراحة، وأنا بدرس شفت أولاد أخدوا الأدوية ونجحوا نجاح رهيب في القالب ده، ودخلوا جامعات وبقوا دكاترة ومهندسين ولويرز وكل حاجة، وشفت أولاد أخدوا الميديكيشن وحياتهم بقت جحيم من ناحية حاجات كتيرة جدا جدا جدا. في جميع الحالات أنا يعني لما حد بيجي يتكلم معايا بقول لهم أنا مش دكتورة، أنا ما أقدرش أقول مين ياخد إيه، وهي بتبقى فيها جزء trial and error، بس أنا عايزة حد يسمع منك لأنك أنتي دكتورة و 13 سنة في المجال، فأنت you know what you're talking about. شوفي أنا مش psychiatrist، أنا psychologist، وأنا ما بقدر أوصف أدوية. أحسن. أنا مش ضد الأدوية كأدوية، الأدوية بتساعد حياة ناس، بتنجح ناس، وفي حالات فعلا بحاجة لأدوية معينة. بس أنا ضد إيش؟ ضد فكرة إنه we have to medicate everyone to fit a certain prototype أو profile. مع فكرة إنه نشوف ال ADHD كجفت مش كنقمة أو disorder that we have to
تريت، زي أنا عندي فيروس بمعدتي لازم أعطيه دواء أو أنتي بايوتيك، مع فكرة إنه إحنا نحاول ننمي هاي المواهب اللي هي very unique. يعني إحنا ال problems of the future حيحلها الأطفال النيورودايفرجنت فقط، مش أي حد تاني because they think out of the box. مش عايز I don't want to أطفس هذا الإشي بأدوية. بس الأدوية مرات إمتى بتفيد؟ أوكي، لما ال organization and planning مرات it takes the worst of us. يعني مثلا إذا في ال frontal lobe sometimes ما بيكونش online, so it doesn't help us with الorganization and planning. بيصير في عنا procrastination عالي. فكتير من الأطفال والتينيجرز اللي عندهم قصة نجاح مع الأدوية بيقولوا لي كوتش حني لما ناخد الدواء زي اللي بصفى هيك بتروح الكلاود من راسنا وبنصير نقدر ننجز، لأنه قبل هيك بنكون مش قادرين to get out ونعمل projects ونعمل homework فمرات الأدوية لما تتاخد بالشكل صحيح فعلا هي بتساعد. هلأ إيش الفرق بين أدوية قصة نجاح وأدوية قصة جحيم؟ هو شغلتين. أول إشي الدواء الصح، لأنه في كتير أدوية وهي بدها ترايل أند ايرور وبدها دكتور شاطر يعرف هذا الجسم إيش بلبق له دواء صح، وإيه الدوز وإيش الدوز وإمتى بخفف وإمتى بزيد وإمتى ببلش. تحت عمر 7 سنوات ما بنبلش الدواء. والشغلة الثانية إذا كان الدواء بيتاخد لحاله ولا هو مع ثيرابي. إذا كنا معتمدين على الدواء فقط من غير ولا إشي تاني معناته هذا الإشي إدمان. معناته إذا الدواء مش موجود في جسمي أنا ما بقدر أنجز، بس إذا موجود بجسمي أنا بكون فعالة وقادرة، فبصير في عندي dependency على الدواء. بس إذا في ثيرابي خصوصا مع الأطفال أنا بقدر يعني أنمي هاي المواهب من الثيرابي مع الإعادة. أنا بقدر to create new neurons بالدماغ. إذا عندي الفرونتال لوب weak اللي هو مسؤول على organization, planning, focus and attention, emotional regulation, decision making هو weak. اوكي، واي نو فروم MRI scans انه لما اعمل له سكان اتس بلو يعني هامد، مفروض يكون هو ريد، هو مش عم بيشتغل زي ما هو مفروض. مش it's not your fault, this is genetic. اوكي، this with therapy مع العلاج انا بقدر انمي هاي المنطقة عند الأطفال. فليش أعتمد بس على الدواء؟ أنا بقدر أعمل دواء مع علاج، ومع الدواء الصحيح بتكون قصة نجاح بالنسبة لي. أما إذا اعتمدت فقط على الدواء والدواء بيكون غلط والدواء نابع عن my need to fix this child، انت بتشوفي الانرجي او الانتنشن تبع الدواء عامل ايه. انت لما تروحي سايكايترست وبقول لك I need to change your personality، غير لما تروحي سايكايترست يقول لك this is a pill that you can take when you need it عشان يساعدك تنمي your very unique character. انت لو انت you're not you don't have ADHD you won't be حنان, you won't have this following, you won't be able to talk, you won't be creative اصلا. So why do I want to change that؟ انا اصحابي بياخدوني الاسكيب رومز عن قصد لان انا هم الحاجات اللي obvious clues هم كلهم بيجيبوها. في حاجات بقى انا بشوفها والله العظيم بقول لهم يا جماعه I'm wired differently، انا بشوف حاجات انتوا مش بتشوفوها، فبيهزروا بقول لهم it's not a joke. هو من الموضوع مش هزار. انا I have a friend with ADHD she's in design and بتعمل she designs logos and stuff. Sometimes when I see her work somebody sends her a design and she looks and she's like look at this layer on this. انت شفتي هاي الاشي كيف شفتي؟ قال انا بشوف اشياء العالم تاني ما بتشوفها. طب مش هاي gift؟ طب ليه بدنا نطفصها؟ بس إذا أنت you have very high sensors معناته في إشياء تانية حتكون ضعيفة عادي، ما فيش إشي كامل. الإشياء الضعيفة نقدر نشتغل عليها بس مش حنغيرها. So let's choose a path in life that relies heavily on the creatives and not so much on the other things. طبعا life needs alarms و needs organization and planning، بس في industries that are super creative ما بدهم كتير chef coach directors، كل الcreatives in life كلهم بتلاقيهم probably ADHD. لا وعلى فكرة معظم الناس اللي في الرياضة أغلبهم ميسي كله. طيب قبل ما نختم، في سن كام الناس ممكن تقول أنا هروح لدكتور أو دكتورة يشخصوا ولادي؟ 6-7، لأنه قبل 6 سنين 7 سنين الفرونتال لوب is not developed. أنا I have requests please I have a 4-year-old I want to diagnose with ADHD. طب انتي ما بتعمليش الدكتور فلاني قال بيعمل اوكي بيعمل بس مش صح، ما الفرونتال لوب is not developed yet. How can we decide if the child has ADHD ما الفرونتال لوب is not developed? So how can I cannot decide. انا هختم القصة دي actually. في واحدة بعتت لي مرة
مسج بفويس نوت ان ابنها عنده 4 سنين عايزين يمشوه من الحضانه. هي ام very dedicated، الاب very dedicated، ناس حقيقي فله. والولد اتشخص، المدرسه قالت له ده اجريسيف مش عارف ايه نيرسري، ففي راحت لدكتوره، الدكتوره شخصت الولد على زوم من غير ما تشوف الطفل، وكتبت له ادويه. والام يا حبيبتي من كتر ما هي كانت حابه ابنها وعايزه تعمل له احسن حاجه، حطته على الادويه دي. فلما جت اتكلمت معايا، انا عاده مش بلحق اقرا عارفه المسجز او كده الفويس نوت، سبحان الله ان انا قريتها يومها، رديت عليها بفويس نوت وكلمتها في التليفون وقلت لها مفيش حاجه اسمها كده. بس مع الاسف الشديد الوعي لازم يكون موجود وينتشر ما المشكله كأم اذا الدكتور قال لك مين انت بالظبط. يعني انا يا ما كنت بهيك موقف دكتور شخص بنتي غلط وانا رديته واعطيتها الدواء لانه هو ماي انا ام نوت ان ام دي. الدكتور بيقول لك شيء بتردي عليه صح. بس دائما الام في انستنكت، في صوت في هيك بيقول لك جواتك هذا الشيء غلط، دائما ردي على الانستنكت. حتى لو كان دكتور حتى لو كان دكتور، حتى لو كان دكتوره، دائما ردي على الانستنكت اللي جواتك بيقول لك ايش. احلى حاجه ممكن نختم بيها، لو حد عايز يتواصل معاكي يتواصل معاكي ازاي؟ على البايو على الانستغرام في كل ماي انفورميشن للتواصل. انا هنكتب كل الكلام ده طبعا عندنا، ولو حد عايز يوصل دكتورة حنين وما عرفش يكلمني هوصلكم بيها على طول. ممتنه لوقتك، انا عارفه قد ايه انتي مشغوله، بس ممتنه لوقتك حقيقي حقيقي. وانا عندي اسئله كتيره قوي، فاحنا محتاجين بارت 2 من فضلك 100% عشان نخلص ده. دي تاني مره انتي تجيلنا، عملنا حلقه مع بعض حلوه قوي عن فلسطين السنه اللي فاتت صح. سبحان الله عدى سنه، الحلقه اوديو بس ما عندناش الفيديو بتاعها، بس يعني ممكن نبقى نحط لكم اللينك في البايو برضو انك تسمعوا. وقلتي حاجه حلوه قوي، قلتي القضيه ما خلصتش. فانا الكلام ده لما بتوتر قوي وبنهار قوي بفتكر الكلمه دي. نورتينا. شكرا للاستضافه. شكرا.